السلام عليكم. تعرفوا 3 مستحيلات ايه هما الغول والعنقاء والخل الوفي. خلونا النهارده في الغول. النهارده حكايتنا عن الغولة. انا ومعايا 2 اصحابي اسامة وعثمان كنا رايحين ندور على شغل سبوبة كده صغيرة في مكان بعيد خالص عن مدينتنا. كنا ناويين نشتغل حوالي 15 يوم ونرجع تاني لبيوتنا، بس في البلد دي بالذات شفنا ست مش عارفة اوصفها لكم ازاي. حكاية الست دي هي دي الناس كلها بتتكلم عليها وبتقول اول ما تشوفها اعوذ بالله من الشيطان. انا بحب احكي لكم قصص بتجمع ما بين الغموض والجريمة والرعب وحاجات تانية كتير، بس قصة النهاردة دي انا فعلا مش عارفة احطها لكم في اي تصنيف. انتوا بعد ما تخلصوا الحكاية قولوا لي رأيكم في التعليقات وقولوا لي ممكن تحطوها في انهي تصنيف. مش هطول عليكم، بس ربنا يوفقنا كلنا في اي حاجة عاوزين نعملها في حياتنا، وكل واحد فيكم إن شاء الله يكون فرحان في حياته ونكبر سوا. وما تبخلوش عليا باللايكات والشير والكلام الحلو اللي زي الفل ده. وبسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الحكاية. أنا اسمي أيمن ومعايا 2 من أصحابي أسامة وعثمان. إحنا مش متجوزين ولسه ما اشتغلناش، بنحب قعدة القهوة. وعلى فكرة إحنا مش فاشلين، بس الظروف هي اللي فشلتنا. الدنيا صعبة وما لقيناش حاجة نعملها. كنا عايزين حاجة واحدة بس اللي دايما بنتكلم عنها، نسيب البلد ونمشي. فضلنا قاعدين ومستنيين. في ناس كانت بتحاول تساعدنا بأي طريقة، وبالذات أخويا الكبير ناجح في حياته ومتجوز وعنده ولاد اللهم بارك. كان بعد ما بيخلص الشغل يجي يقعد معانا على القهوة، وكان بينصحنا ويقول ما تفضلوش مستنين الزمن يتغير، الشغل مش هيجي لحد عندكم، لازم تتعبوا وتجتهدوا وتدوروا على أي فرصة. كان بيحاول يشجعنا ويحفزنا عشان نقوم نشتغل ونعمل أي حاجة في حياتنا. في اليوم ده فاجئنا وقال لنا اسمعوا، انا جايب لكم شغل اسبوع او 2 بكتيره، وبصراحة فلوسه حلوة قوي قوي قوي، منها تتحركوا شوية احسن ما انتوا قاعدين كده ما بتعملوش اي حاجة، وكمان تكسبوا فلوس. قلنا ليه لا، هنشتغل الشغلانة دي احسن ما نفضل حاطين ايدينا على خدنا. وبصراحة لو كنا نعرف ايه اللي هيحصل لنا كنا فضلنا قاعدين على القهوة احسن لنا. بعدها بكام يوم قال لنا خلاص، عارفين الشغل اللي هتشتغلوه ايه ده؟ قلنا له أكيد لا مش عارفين إيه هو. قال في أرض صاحبها عايز يبنيها. قلنا له إحنا إيه دورنا هيكون هناك؟ قال لنا دوركم بكل بساطة انتوا ناس تانية من المنطقة اللي فيها الأرض دي إنكم هتنظفوها، يعني هتجهزوا الأرض، تشيلوا منها أي حاجة مش مظبوطة عشان تبقى صالحة للبناء. قال لنا هتروحوا هناك وتجهزوا لنفسكم مكان تباتوا فيه في الأرض نفسها، يعني من الآخر كده هنشيل الزبالة وهننظف الدنيا علشان البنيين يجوا يبنوا على طول. قال لنا كمان ان الارض دي في حتة مقطوعة، وعموما كل حاجة هتبان بعدين في الحكاية. انا وصحابي ما كانش قدامنا حل غير اننا نقبل. بصراحة فلوسها حلوة قوي قوي في اليوم الواحد، احسن ما نفضل كده. قبلنا وجهزنا نفسنا فعلا. اتفقنا اننا هنركب الاتوبيس وهنروح المكان اللي المفروض نوصله. هناك هيستقبلنا واحد اسمه عبد الغني، هو اللي مبعوث من صاحب الارض. لمينا حاجتنا انا وأسامة وعثمان. أسامة وعثمان دايما ماشيين ورايا، بس أسامة كان متضايق شوية، مش عايز يشتغل الشغلانة دي ومش راضي يتحرك. أسامة كان من النوع اللي بيتأفف كتير، وكان دايما حاسس انه احسن من كده، وفي نفس الوقت ما عندوش ولا مليم. أسامة قال لنا الشغل ده تعب وبهدلة، تراب وعرق. عثمان قال له لازم نلم فلوس علشان لما تجيلنا فرصة للسفر نسافر برا، هنحتاج ساعتها فلوس كتير، خلينا نشتغل من دلوقتي. المهم ركبنا الأتوبيس اللي هيوصلنا لمنطقة قريبة من الأرض اللي هنشتغل فيها، ومن هنا حكايتنا هتبدأ. أول ما وصلنا للقرية لقينا الأستاذ عبد الغني مستنينا، راجل طيب قوي بسيط. أول ما شافني عرفني، قال لي أنت أيمن؟ كان باين علينا التعب وكنا عمالين نتاوب وبنتمطع علشان مش متعودين طبعا نصحى بدري. ما تفكروش ان الأتوبيس نزلنا في قرية زي ما انتم متخيلين، لا، المكان اللي نزلنا فيه كانت قرية كل اللي فيها 2 أو 3 وشارع واحد في النص، وكان وسيلة التنقل في القرية دي حمار واحد بس، ده اللي شفناه، ومحوطها كلها شجر وخضرة. أنا وصحابي كان باين علينا إننا جايين غصب عننا. مشينا على رجلينا، عدينا قدام بير قديم مردوم، ما كنتش عارف وصلنا ولا لأ، علشان المكان اللي كنا فيه كان صحراء وتراب وشجر، مش الشجر الكبير بتاع الغابة اللي بتكلم عنه ده، لا لا لا، الشجر التاني شجر كده ولا طويل قوي قوي ولا صغير قوي، وما بين كل شجرة والتانية كان فيه عشب بس له شوك
انا معرفش ايه ده بصراحة. النتيجة اللي انا اقدر اقولها لكم ان كان من الصعب ان حد يعدي من الحاجات دي. قال لنا عبد الغني احنا وصلنا بالسلامة. قلنا له وصلنا فين؟ دي صحراء، هنبيت هنا؟ مش فاهمين. طب اشرح لنا يا حاج. قال لنا لما ندخل هفهمكم. قلنا له ندخل فين وازاي؟ الشجر محوط الارض هو والشوك من كل مكان، ما كانش باين لنا اي مدخل. قال لنا اصبروا هوريكم. مشي شوية كده لحد ما وصلنا لمكان كان قرب الجبل، وهناك كان في مكان ما فيش فيه اي شجر. دخلنا منه للارض دي. احنا ما فهمناش اي حاجة. اخويا ادينا فكرة ووصف لنا كده شوية المكان اللي هنشتغل فيه، بس عمرك ما هتتخيل المكان غير لما تشوفه بعينيك. الارض كلها حجارة، كلها زرع، والدنيا سودة وفيها حفر كتيرة قوي مش متسوية. يعني احنا المفروض نسويها كمان علشان البنايين لما يجوا يبنوا على طول. شغل متعب جدا. قلنا له هنا هنشتغل يا عبد الغني؟ قال لنا ايوه ده اللي موجود. عثمان قال بس احنا في صحراء. قال لنا عشان كده هتقبضوا كويس جدا، عشان الشغل صعب. وما تخافوش مش لوحدكم، في ناس هتيجي من اهل المنطقة دي وهيساعدوكم. هيبتدوا يجوا بالنهار، بس انتوا هتكونوا هنا بالنهار وبالليل. يعني عندكم شغل بالنهار تنظيف الارض، وبالليل هتحرسوا الارض دي. احنا هنجيب لكم كل حاجة انتوا ممكن تحتاجوها. قال لنا عقبال ما نجيب الحاجات كلها تكون انتم بنيتوا مكان تباتوا فيه، وهيكون معاكم فاس وجاروف علشان تشيلوا الزرع ده وتنضفوا على قد المكان بس اللي انتوا هتبنوا فيه العشة اللي هتباتوا فيها، وده شغلكم النهاردة بس. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من أولها كده بصراحة ما تخيلناش الحكاية للدرجة دي. الدنيا متلخبطة خالص، وهنبات في الخلا. يا ترى ايه اللي مستنينا هنا تاني؟ ويا ترى الزرع ده مخبي ايه تحته؟ حسينا اننا متورطين. عقبال ما نضفنا مكان صغير كده، كانت طوب ومستلزمات البنا كلها جت علشان نبني العشة، وغطيها كمان بخيش من فوق وخيش من تحت. طبعا ما كناش لوحدنا، كان في ناس اللي هيساعدونا جم وبدأوا يدخلوا معانا الطوب ويظبطوا معانا العشة. اليوم خلص واحنا كنا متكسرين، بنقول لو دي البداية امال النهاية هتكون ازاي؟ بالليل لما بقينا لوحدنا كنا بنسمع الدنيا بتصفر حوالينا، مفيش حد بيعدي. حوالي الساعة 10 أو 11 بالليل كده عدى راجل على عجلة، هو الوحيد اللي شفناه بيعدي، بيمشي بالراحة في الضلمة دي. ما كناش هنركز معاه لولا ريحة التوم اللي فاجئتنا، ما كناش هنشوف حد ماشي أصلا. تاني يوم بدأنا الشغل، ننظف دي وننظف دي، وبالليل قبل المغرب الناس اللي بيساعدونا بيمشوا. الحق يتقال جايبين لنا عيش وشاي وبيض وزبدة، يعني مدلعنا. برغم التعب بصراحة انبسطنا قوي، قعدة حلوة، وفي آخر اليوم كمان بنقبض مبلغ محترم جدا. المهم في الليلة دي حوالي الساعة 11 بالليل سمعنا حاجة غريبة. بدأنا نسمع صوت حاجة بتتحرك قريبة من الأرض، ما عرفناش ايه ده، يا ترى حيوان، كلب، ديب، الله أعلم. أسامة بيتكلم بالراحة بيقول لنا يا جماعة الصوت ده حركة جاية من المكان اللي بندخل منه. عثمان علشان يطمنا ويطمن نفسه قال لا يمكن حيوان يعدي. قال لا، يمكن حيوان عادي معدي من هنا، مفيش مشكلة، احنا في الصحراء وورانا الجبل ما تنسوش. أسامة قال لنا لا، الصوت اللي أنا سامعه صوت غريب، هو مش صوت بتاع كلب أو صوت حيوان عادي، لا صوت تاني. وفعلا في نفس اللحظة سمعنا صوت، احنا اتجمدنا في مكاننا، معرفناش الصوت بتاع ايه، عمرنا ما سمعناه قبل كده. قلت انتوا سمعتوا الصوت اللي انا سمعته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من الخوف ولا واحد فينا اتكلم، اتجمدنا مكاننا. قلت لهم ايوه انا بكلمكم، يلا بينا نشوف. لو فضلنا قاعدين هنا ممكن اللي سمعنا صوته ده يدخل من المدخل ويعمل فينا اللي ما تعملش، وبساعتها مين اللي هيطلعنا من المصيبة دي؟ ما عندناش حتى حاجة نحمي بيها نفسنا. فقررنا إننا نسد المدخل علشان اللي سمعنا صوته ده ما يدخلش. المدخل اللي دخلنا منه أول مرة هو المدخل الوحيد، والباقي كله زرع، صعب على حيوان كبير إن هو يدخل منه. قمنا نسد المدخل، كنا بنشتغل بالراحة علشان اللي بره ما يسمعناش، واحنا قريبين من المدخل لسه سامعين الصوت جاي من بره. وعشان تسده كويس
لازم ننقل شوية من الشجر اللي شلناه واحنا بنبني العشة ونحطه في المدخل علشان ما يعرفش يدخل منه. يعني نحط شجر ناشف وعليه كمان حبة من الشوك اللي احنا شلناه عشان اي حاجة تخاف تخش عندنا. ومرة واحدة شفنا منظر ما ظنش اننا هننساه في اي يوم. المنظر يا جماعة خلاني انا وأسامة وعثمان نتشل من الخضة. اللي كان بره ده ما كانش حيوان عادي، اللي كان بره ده ما كانش كلب ولا اي حيوان، ده كان حيوان معرفناش ايه هو، يا ترى كلب ولا ديب ولا ايه بالظبط. والاغرب انه هو الحيوان اللي غالبا جه منه الصوت اللي سمعناه. كانت في ست ماشية مع الحيوان ده وشعرها كان طويل وعمالة تقول انا اللي مربية العجب ده. احنا رجعنا بالراحة، كل واحد ماسك في التاني، كنا مرعوبين. استخبينا في العشة دي بدل ما كنا قاعدين برا. عثمان قعد يقرأ في القرآن. أسامة قال له بصوت خفيف هو ده جن اللي شفناه؟ قال جن اللي شفناه ده حاجة مش طبيعية. تقريبا بعد 10 دقايق ما بقيناش نسمع أي حاجة خالص. طلعنا نبص مفيش أي حاجة، وبدأنا نحكي لبعض عشان نتأكد من اللي شفناه. بقول لهم ست وشكلها كذا وكذا، والحيوان اللي جنبها كان كذا وكذا. مستغربين رغم ان الدنيا كانت ضلمة، بس ما كانش باين كويس، إلا إن أنا وأسامة وعثمان كنا متأكدين من اللي شفناه، وواضح إننا شفنا نفس الحاجة بالظبط. الله أعلم يا ترى اللي شفناها دي واحدة عايشة قريبة مننا ولا بتنام في الخلا، ولا اللي شفناها دي جنية. الليلة دي إحنا نايمين ومش نايمين في نفس الوقت، واخدين بالنا خايفين أحسن حاجة تدخل علينا. تاني يوم الصبح لما صحينا وعبد الغني جه حكينا له، قلنا له على كل حاجة. الغريبة بقى إن هو بدأ يضحك وقال لنا مفيش أي حاجة من الكلام ده، لو مش عاوزين تشتغلوا قولوا، في اللي عايز يشتغل، وبلاش تعملوا كل ده، وبلاش تطلعوا سمعة على القرية. محدش صدقنا. أخويا لما كلمته قال لي الله يرضى عليك، بلاش تحرجني قدام الناس، لو مش عايز تشتغل ارجع بيتك، بس بلاش تقول كلام فاضي ملوش أي معنى، ولو كنتوا سمعتوا أي حاجة هتكون حاجة عادية وتخيلتوا إنكم شفتوا حاجة مش طبيعية. بس لأ، عارفين أنا وأسامة وعثمان كنا متأكدين من اللي شفناه. اللي شفناه ده حقيقة مش خيال. تاني ليلة كنا خايفين نشوف أو نسمع نفس الحاجة. الوحيد اللي شفناه بالليل هو الراجل بتاع العجلة، كان معدي تاني وريحة التوم بتضرب فيه. ريحة التوم كانت جامدة جدا. معدي عادي في الوقت ده، باين إنه هو من أهل المنطقة دي ومش فارق معاه أي حاجة. هو إزاي مش خايف يمشي لوحده من هنا؟ اليوم اللي بعد ده بالليل بعد ما خلصنا شغلنا وكنا شلنا كتير قوي من الزرع اللي بيدخل على الأرض، يعني دلوقتي لو حد عايز يدخل علينا من أي مكان هيقدر بكل سهولة. ما بقاش للأرض مدخل واحد بس، الأرض كلها بقت مفتوحة. حوالي الساعة 4 الفجر سمعنا نفس اللي سمعناه الليلة اللي فاتت. من الخوف حضننا بعض مرعوبين، مفيش اللي يحمينا. حاطين ستارة كده خفيفة ومتقلينها بطوبة، يعني ممكن أي حد يدخل. المصيبة الكبيرة كنا بنسمع الحركة كأنها قريبة مننا. هنستخبى فين؟ بنبص لبعض وعارفين إن مفيش حاجة بإيدينا ولا في أي حاجة نعملها. ختمنا القرآن من الخضة، ولما ما بقيناش نسمع أي حاجة ساعتها تشجعنا وطلعنا. قلت لهم يا جماعة مفيش أي حاجة، وهم كمان طلعوا يبصوا. فعلا ما كانش فيه أي حاجة غريبة. لو كان اللي بره ده لسه موجود مستحيل ما يكونش حس بينا ولا خد باله مننا أو من العشق. مفيش مكان نستخبى فيه. لو كان في حاجة عايزة تأذينا كانت أذتنا من زمان. الله، بس ليه مفيش حاجة حصلت لنا؟ عثمان قال يمكن دي جنية ولما بنقرأ قرآن بتمشي. قلت له احنا قرينا قرآن ومع ذلك فضلنا سامعين أصوات. المفروض لو في حاجة بتتأثر بالقرآن أول ما بنبدأ قراية الحاجة دي بتنصرف لوحدها، مش بنسمع أي حاجة خالص عنها. المهم يا جماعة نعمل إيه؟ نمشي نروح لبيوتنا؟ وسام قال لنا أنا خايف تكون حاجة عادية ونخسر التعب ده كله اللي عملناه ونكون ضيعنا وقتنا وكمان ما أخدناش الفلوس. عثمان قال لنا انتوا ما خدتوش بالكم من حاجة؟ قال لنا الراجل بتاع العجلة ده اللي بيعدي وريحة التوم بتعدي معاه، لما بيعدي
الست دي ما بتعديش في اليوم ده وما بنسمعش أي حاجة من اللي بتحصل. قلنا له يمكن صدفة، إيه يعني العلاقة؟ قال لنا لا لا لا، الموضوع مستحيل يكون صدفة، إحنا لازم نسأله ونتكلم معاه. قلنا له ماشي، بس ممكن في يوم يعدي وفي نفس الوقت يسمع الحاجة دي، إحنا لسه ما قعدناش كتير علشان نتأكد من الكلام ده. قال لنا لا، أنا حاسس إن في علاقة، هو بيعدي وما بيحصلش أي حاجة، ومفيش مانع لو سألناه، يعني هنخسر إيه؟ تاني يوم ما قلناش أي حاجة لعبد الغني، خلينا الموضوع ده ما بيننا وبدأنا نشوف شغلنا. الدنيا بدأت تنضف، قاعدين بنطمن بعض، ده يقرأ قرآن وده يدعي، والحمد لله إحنا التلاتة بقينا بنصلي. قبل كده ما كناش بنصلي أصلا. بعد العشاء الراجل بتاع العجلة كان سايق عجلته الزرقاء ومعلق فيها جريكة، وريحة التوم بتضرب من بعيد، بنشم ريحة توم قبل ما بنشوفه. عثمان قام يجري عنده، قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له احنا شباب شغالين في الأرض دي بننضفها وكده، اتفضل معانا، عايزينك تشرب معانا كوباية شاي. الراجل صراحة كان كويس قوي، مشي معانا وقبل عزومتنا. قال لنا هو انتوا هنا لوحدكم، مش من أهل القرية دي؟ قلنا له أيوة احنا لوحدنا. قال لنا وما خفتوش من الحرامية؟ ما خفتوش حد يتعرض لكم؟ قلنا له بصراحة ما خفناش من الحرامية، احنا خايفين من حاجة تانية. قال لنا حاجة تانية زي ايه؟ أسامة جابها له على بلاطة، والله مش عارفين هتصدقنا ولا لأ، خوفنا نقولك على اللي بنشوفه وتقول دول مجانين أو بياخدوا حاجة. المهم انت من المنطقة دي؟ قال لنا بلاش تلفوا وتدوروا في الكلام، انتوا خايفين من ايه؟ سمعنا حاجة مرتين أو 3، ديب أو كلب أو ثعلب، حيوان عمرنا ما شفناه قبل كده، وصوت عمرنا ما سمعناه قبل كده. والأغرب مش الحيوان، لا، الأغرب هي الست اللي مع الحيوان، الست دي بتخوف أكتر من الحيوان نفسه. الراجل سكت وكأنه بيدور الكلام في دماغه. قال لنا هو انتوا سمعتوا صوت الضبع؟ قلت له مش عارف، احنا جايين من المدينة وعمرنا ما سمعنا صوت ضبع قبل كده. قال لنا مش مشكلة، هي دي الست اللي كانت راعبة أهل المنطقة دي من زمان. عثمان رد عليه قال له يا ساتر يا رب، لا تكون عايزة تأذينا. قال لنا لا لا، الموضوع ده عدى عليه مدة طويلة. قلت له ازاي عدى عليه وقت؟ بقولك احنا شفناها، هي جنية ولا ايه؟ قال لنا لا دي ولا دي، عندكم وقت تسمعوا الحكاية ولا امشي في حالي؟ طبعا احنا عايزين نفهم ايه الست دي وايه الحيوان اللي معاها، ويا ترى هتطلع ست عادية بني آدمة ولا جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الراجل يحكي لنا، هقول لكم على لسانه كل اللي هو قاله. القصة كلها بدأت في منطقة الجبل اللي في آخر البلد. المنطقة دي مش بعيدة عن المكان اللي احنا فيه دلوقتي، هناك في قرى وأرياف كتير، بس كان في قرية هي الكبيرة اللي فيهم، والناس اللي فيها ما كانش عندهم تفاهم مع الغريب، عندهم تقاليد بتقول إن الغريب ملوش مكان ما بيننا. في القرية دي بدأنا نلاحظ مع الوقت إن في ستات ورجالة وأطفال لما بيخرجوا ما بيرجعوش، بيختفوا، ما بنعرفش راحوا فين. وبعد فترة لو لقينا حد فيهم بنلاقيه حالته ما يعلم بيها غير ربنا، ده طبعا لو لقيناه عايش. في أغلب الأوقات ما كناش بنلاقي حد فيهم. الكلام ده بدأ يحصل لمدة طويلة، بقينا خايفين على نفسنا، بنقول ممكن نطلع نقضي أي غرض وما نرجعش تاني، ومش عارفين إيه الحل ولا إيه هي المشكلة. في ناس بدأت تقول إنهم بيشوفوا ست ومعاها الضبع، وكل ما بيشوفوا الست دي تحصل حاجة وحشة، يا إما حد بيختفي، يا إما البهايم نفسها بينقص منها حاجة. المهم إن في القرية دي تحصل مصيبة سودة. إحنا في الأول ما كناش فاهمين، مش عارفين الست دي موجودة ولا لأ، اللي بدأ الناس مع الوقت يسموها الغولة، ولا يمكن دول حرامية بيجوا يسرقوا ويتجننوا على الناس. بصراحة ما كناش عارفين ولا متأكدين من أي حاجة. إيه اللي بقينا نعمله؟ كنا بنحاول على قد ما نقدر ما نخرجش بالليل ولا نفضل مجتمعين، بس لحد إمتى كده؟ لازم هيجي لحد فينا حاجة أو ظرف أو طارئ تخليه يخرج بالليل لوحده. ولو إحنا كلنا ما خرجناش من بيوتنا، البهايم نفسها كانت بتنقص وإحنا مش عارفين إيه اللي بنتعامل معاه، اللي بنتعامل مع ده بشر ولا حاجة تانية. فضلنا في الحالة دي وما سيبناش حاجة ما عملناهاش، كان من غير فايدة كل ده. والأغرب من كده إن ده كان بيحصل معانا إحنا بس، القرى التانية كلها كانت كويسة قوي، مفيش عندهم أي مشكلة. بنروح نسألهم بيقولوا لنا إحنا كويسين ومفيش عندنا أي حاجة، انتوا اللي عندكم المشكلة دي،
باين انكم عملتوا حاجة وحشة وربنا نزل غضبه عليكم. وصلت الحكاية ان لو حد من عندنا طلع علشان يعيش في قرية تانية كان اهل القرى التانية يطردوه ويقولوا له امشي، احنا مش عايزينك، انت تقعد عندنا علشان تجيب لنا اللعنة معاك. ما كناش عارفين ايه اللي بيحصل، بنسمع بس الكلام على ست ومعاها ضبع، بس احنا ما شفناش اي حاجة، مجرد كلام، لحد ما بدأنا نقول ان دي خيال. في ليلة من الليالي كان كله نايم في بيته، راجل قام بالليل علشان يتوضى ويصلي الفجر. بالصدفة بص من الشباك والراجل ده بيحكي بيقول أنا شايف ست كبيرة في السن، شعرها طويل بيوصل لحد ركبتها تقريبا، رجليها وإيديها رفيعين قوي طوال عن الناس العادية، تبان مشيتها مش طبيعية. بيقول كنت ببص على الست دي باين عليها شايلة فرختين، واحدة رمتها للضبع ياكلها وفضلت ماسكة التانية في ايديها. والغريب ان الست كانت قاعدة بتبص يمين وشمال كأنها خايفة، بتبص حواليها وبتتأكد ان مفيش حد خالص شايفها، وخرجت من القرية وهي بتجري. تاني يوم الراجل حكى اللي شافه بالظبط. طبعا اغلب الناس ما صدقتش، قالوا له انت كنت نايم وصحيت كنت بتحلم، ست شعرها طويل وضبع. الراجل يحلف ويأكد ان اللي شافه هو اللي كان موجود، محدش خالص مصدقه، لغاية اما اتأكدوا من حاجة واحدة بس، ان لقوا فعلا في فرختين ناقصين، بس قالوا ممكن يكونوا دول حرامية. وبدأت الناس تسيب حد يحرس البهايم بتاعتهم بس يكون مسلح. وبعد أيام وبالصدفة تاني ست قالت إن هي صحت بالليل وبنت لها الغولة دي، كانت شايلة الضبع في إيديها. تخيلوا معايا، واحدة شايلة الضبع في إيديها وبيقولوا كمان نطت سور الزريبة وسابت الضبع على الخروف. الضبع ده بدأ ياكل من الخروف واللي فاضل خدته معاها. وأول ما خرجت من الزريبة الست كانت عمالة بتبص يمين وشمال وتتأكد إن محدش خالص شافها، وبتمشي من غير ما تعمل أي صوت. وأول ما بتفوت المكان اللي فيه بيوت بتطلع تجري جري هي والضبع. والحاجة كمان اللي كانت أغرب، الست قالته إن الضبع كأنه بيسمع كلام الست دي، كأنه بيفهمها. الست راحت تصحي ولادها وتقول لهم على كل اللي شافته، ولما طلعوا يشوفوا عشان يتأكدوا لقوا فعلا الغنم كانوا ناقصين. الست دي حكت تقريبا نفس اللي حكاها الراجل. وهنا الناس ابتدوا يفكروا ازاي يحموا نفسهم، وبدأوا يفكروا ازاي يتخلصوا منها، بس ما كانوش متأكدين هي بني آدم ولا حاجة تانية. الحل اللي لقوه في الأول قالوا لازم نخلي واحد من كل عيلة يقعد يحرس ياخد باله وما يكونش لوحده، يعني لو حد شاف حاجة غريبة يصرخ والباقيين كلهم يتجمعوا عنده عشان ينجدوه ويكونوا كلهم واخدين بالهم. حتى اللي نايم يكون سايب ودنه معاهم علشان أول ما حاجة تحصل كلهم يجروا مرة واحدة ويكونوا على قلب رجل واحد. عدى 3 أيام ومفيش أي حاجة بتحصل. واحد من اللي بيحرسوا الزريبة بيقول إن حوالي الساعة 2 أو 3 الفجر كده بدأت ألاحظ إن في حركة وسط البهايم، كانوا بيتحركوا بشكل مرعب كأن في حاجة. هو ما فهمش لأن الدنيا كانت ضلمة قوي، كل اللي كان باين له بس إن البهايم بتتحرك زيادة عن اللزوم. بيقول أنا كنت قاعد قدام الباب الرئيسي اللي بيدخل على الزريبة ومفيش أي حد دخل، فقلت يمكن هم لوحدهم، حاجة خوفتهم كده وخلاص، مش ممكن هتكون الغولة، أنا قاعد قدام الباب. بيقول بصراحة أنا مش عارف خفت ولا إيه. المهم ما عملش أي حاجة، وبيقول أنا ما قمتش من مكاني، قلت شوية كده وهيهدوا. بعد شوية بنت له الست دي خارجة من الزريبة وشايلة في إيديها خروف وكلها دم. حبيت أقوم عشان أمشي وراها، ظهر لي الضبع وراها، قلت لأ أنا خليها تاخد الخروف بدل ما أنا أموت. تاني يوم الراجل ده بدأ يحكي، قلنا له مالك انت ليه ما خلصتش عليها وريحتنا؟ قال لنا ما قدرتش، ولما شفتها ما صدقتش عيني، وأصلا ما كنتش مصدق الكلام اللي بيتقال قبل كده. شكلها أول ما حد يشوفه بيتجمد في مكانه، ولما بتشوف الضبع جنبها بتكمل عليك. هنا خلاص بدأ تقريبا الكل يتأكد ان المصايب جاية من الست دي والضبع كمان اللي معاها. بس ليه هي بتعمل كده معانا؟ هي ليه بتعمل معانا احنا كده بس؟ معرفناش السبب خالص. فضلنا في الحالة دي، اللي ما شافهاش بيشك، بيقول يمكن متخيلين، يمكن مش الغولة، واللي شافوها
ما بيقدروش يعملوا أي حاجة. اللي بيشوفوها بيقولوا منظرها يرعب، بيخليك ما تقدرش تتحرك عشان مش بتفهم هي بشر ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بس في ليلة حتى اللي عندهم شوية شك صغيرين بيقولوا حرامية اتأكدوا ان دي الغولة فعلا. في ليلة 2 رجالة داخلين القرية متأخر قوي، وعند مدخل القرية بنت لهم الغولة كانت واقفة بيوصفوها، والله العظيم بيقولوا الضبع قاعد جنبها كأنه بيفهمها وبتفهمه. أنا هحكي لكم اللي بيقولوا بنت لنا الست دي واقفة واحنا عايزين ندخل القرية. قلت لصاحبي ايه رأيك نخلص عليها وننهي الفيلم ده؟ واحد من الرجالة دول اللي شاف الست رمى عليها حجر ضربها في راسها. بيقولوا صرخت صرخة كانت قوية، القرية كلها سمعتها، صرخة عمر ما حد سمعها، ومشيت وهي بتجري. ما فهموش أي حاجة. الراجل اللي ضربها بدأت تصرخ باسمه من بعيد قوي وبتقوله أنا عارفاك، والله ما هسيبك، والله لا أجيبك. مفيش حد من أهل القرية دي كان يتمنى يكون مكان الراجل. اتجمعوا الناس كلهم، ايه اللي حصل؟ حكولهم اللي شافوه واللي حصل. قالوا الغولة دي غالبا ست عادية بس مجنونة أو مخوية، الضبع اللي معاها ده مش عادي. بس ليه احنا بالذات دونا عن القرى اللي جنبنا كلها؟ في القرية كان في راجل كبير أوي في السن، عاصر أجيال. سمعه كان تقيل لأن سنه كان كبير جدا. راح عند الراجل ده بيسألوه عن الغولة دي، وقالوا له هو احنا ملعونين؟ ايه اللي بيحصل معانا؟ ليه احنا بس؟ ليه مش القرى التانية كمان؟ طب هي بشر ولا لأ؟ بنسأله كل الأسئلة دي اللي بتدور في دماغنا. قلنا له هي دلوقتي هددت واحد مننا وخايفين نقع في كارثة أكبر من اللي كنا فيها. ايه حكاية الست دي؟ بالرغم من ان الراجل ده ما بيسمعش كويس، حاولنا معاه مرة و2 و3 و10 لحد ما فهم اللي احنا عايزينه واللي بنسأل عليه. هنا بس قال لنا كلام صدمنا، كلام أغلب الناس ما كانتش تعرفه. قال لنا اللي خلى الغولة تحب تنتقم مننا بالشكل ده هو إن من مدة طويلة حد من رجالة القرية خلص على يا إما ابنها أو جوزها، أنا مش فاكر قوي، وهي دلوقتي عايزة تنتقم. يمكن هي دلوقتي شغالة في الانتقام بتاعها، والله أعلم. بصراحة أنا مش متأكد، بس ممكن تسأله حد تاني. قلنا له ركز معانا، مفيش حد غيرك نسأله، لو لقينا حد تاني أكبر منك كنا سألناه. كمل لنا ايه اللي بيتقال على الست دي. قال لنا انا قلت اللي انا اعرفه، ويمكن ده مجرد اساطير وخلاص، الله اعلم، بس لو عايزين انا اقدر اساعدكم في حاجة تانية. قلنا له ايه هي؟ هتساعدنا ازاي؟ قال لنا اسمعوني، لو عايزين المفيد في اماكن قريبة من هنا مش بعيدة كتير، بيكون فيها ناس بتحب السفر وبيتجمعوا في مكان واحد وبيحكوا على تجاربهم اللي مرت عليهم في كل سفرية. زمان لما كان بيبقى عندنا مشكلة كبيرة وملهاش حل كنا بنلجأ لهم علشان خبراتهم، وكانوا بيحلوا لنا كتير من مشاكلنا. روحوا دوروا على الناس الكبار اللي فيهم واحكوا لهم على كل حاجة وهم هيساعدوكم. وفعلا اتجمع 5 من أهل القرية وراحوا يدوروا على الناس ديت اللي بتسافر كتير في المكان بتاعهم. لقوا فعلا الناس دي بعد ما قعدوا كام يوم يدوروا عليهم، لقوهم فعلا، لقوا ناس كان قاعد معاهم راجل كبير في السن اسمه الحاج عمران. أخدوا الحاج عمران على جنب، ابتدوا يحكوا له. قالوا له بقالنا 5 أيام بندور عليك. قال لهم أهلا بيكم، احكوا لي المشكلة من الأول للآخر. قال لهم كويس، الكلام اللي حصل معاكم أنا سمعت بيه ومش أول مرة يحصل، ده حصل مع ناس تانية كتير في بلاد تانية كانت بطرق مختلفة. أنا هوريكم الطريقة اللي تخلي الموضوع ده كله يتقفل وينتهي. على فكرة انتوا عملتوا للست دي حاجة، شوف مين فيكم اللي أذاها وعايزة تنتقم منكم بالطريقة دي، وعشان كده القرى التانية والأرياف التانية ما قربتش منهم. عموما أنا هخلصكم منها بس بشرط، مقابل شغل معاكم كل بيت في القرية هيديني شوية من الغنم اللي عنده، وبوعدكم إن الغولة دي هتتبخر. بيقولوا إحنا كنا ساعتها في حالة يأسة، في حالة صعبة قوي، ما عندناش أي مشكلة إن هو ياخد اللي هو عايزه بس يخلصنا من الغولة. قال لنا أول حاجة أنا معايا كلبين من فصيلة نادرة، وورهم لنا. أول ما شفناهم اتخضينا، كان حجمهم أكبر من أي كلب طبيعي. قال هاخدهم معايا وهتفهموا ليه بعدين. وقال هتجيبوا لي توم وملح، والتوم والملح هندقهم قدام كل باب من بيوت القرية. بيقولوا سألناه أهم سؤال بالنسبة لنا، هي الغولة دي جنية ولا بشر؟ قال لنا الله أعلم، ما خبيش عليكم، صعب إنك تتأكد،
ممكن تكون جنية، ممكن تكون بشر عادي، ممكن تكون إنسانة ملبوسة. أهم حاجة إنها مش عايزة لكم الخير، وفي كل الأحوال هتأذيكم. بعد كده الرجالة دول جم القرية ومعاهم الحاج عمران اللي سابوله بيت لوحده علشان يكون مرتاح فيه ياخد راحته فيه. كل الشروط اتحققت له. الحاج عمران جمعنا قال لنا دلوقتي هقول لكم الخطة. أول حاجة نبدأ بيها إن كل الحيوانات بتاعة القرية تتجمع في مكان واحد، وكل البيوت هنحصنها بالثوم والملح على الباب. هندق الحاجات دي على الباب إلا بيتين هنسيبهم زي ما هما، مش هنحط فيهم حاجة، هيبقوا فاضيين، بس هنحط في كل بيت خروف، وهنشمم الخرفان دي للكلاب بتاعتي علشان لما الغولة تيجي وتاخد خروف منهم الكلاب دي تقدر تتبع أثرهم. هي مش هتقدر تدخل أي بيت في القرية غير البيتين دول اللي معلهمش لا الثوم ولا الملح. هتاخد اللي فيهم وتمشي تجري. الكلاب بتوعي هيشموا ريحة الخرفان دي ويقدروا يتبعوا أثرها عشان نوصل للمكان اللي هي بتكون فيه، ولما نعرف بيتها ساعتها بس نقدر نتفاهم معاها. طبعا سألناه ليه مش هنخلص عليها أول ما تيجي القرية؟ قال هتفهموا كل حاجة مع الوقت، دلوقتي خلونا نمشي خطوة خطوة. الناس اللي في القرية كلهم موافقوا، قالوا مش مشكلة نبدأ الخطة دي. كل دور هتدق قدام الباب توم وملح، وسيبنا بس بيتين فاضيين وحطينا في كل بيت خروف، وطبعا خلينا الكلاب تشم الخروفين الأول. فضلنا مستنين الليلة اللي هتيجي فيها الغولة، عشان هي عندها أيام بتيجي فيها وأيام لأ، تيجي تقريبا كده كل 3 أيام. وفعلا جت، والناس شافوها وهي داخلة القرية وباين على وشها إن هي تعبانة. كل ما تحب تدخل مش بتقدر، بتلاقي ريحة الثوم والملح، بتقف مش بتدخل البيت ده ولا الزريبة دي. احنا مش عارفين ليه الثوم والملح بتأثر فيها، الله أعلم. المهم إن الحل هو البيتين دول هما الوحيدين اللي تقدر تدخلهم. قعدت تبص يمين وشمال في القرية وبتراقب، بتحاول إن محدش يسمعها ولا يشوفها، وبنوا لها البيتين دول بس هما الوحيدين اللي تقدر تدخلهم. الدار الأولى راحت على البيت الأول اللي مفيش فيه توم ولا ملح. الغولة فهمت إن الموضوع فيه حاجة، شكت لدرجة إن هي فتحت الباب ودخلت راسها بالراحة وطلعت راسها تاني، وهي عمالة تبص وراها وتبص حواليها. بعد ما اتأكدت إن مفيش حد في البيت الأول شكت إن في حاجة مش مظبوطة، راحت على البيت التاني وعملت نفس اللي عملته في البيت الأول. دخلت برضو راسها وطلعتها وقعدت تبص يمين وشمال، بس مرتاحتش للموضوع تقريبا، وسابت البيت وطلعت هي والضبع وجريت من البلد. طبعا كل الناس شافوا المنظر ده، راحوا للحاج عمران وقالوا له ازاي ما عملتش حاجة خالص من اللي قلت عليها. قال لهم بهدوء عادي، غالبا هي شكت في الموضوع وحست ان في مصيدة معمولة لها، هي هربت دلوقتي، بس احنا مش هنغير اي حاجة، هي هترجع تاني علشان تنتقم منكم، وكمان هي جعانة وعايزة تاكل. اصبروا شوية، بس لازم تقتنع ان اللي بيحصل ده طبيعي. وفعلا المرة دي ما رجعتش بعد 3 أيام، رجعت بعد 2 يوم بس. عملت نفس الموضوع بالملي، حاولت في البيت الأول والبيت التاني، وبعد كده طلعت تجري هي والضبع. رحنا للحاج عمران تاني وقلنا له، قال اصبروا ادوها شوية وقت كمان وهترجع. فعلا رجعت في اليوم اللي بعده على طول، يعني بعد 1 يوم بس. طبعا أكيد من الجوع. رجعت الغولة دي ودخلت على طول على واحد من البيوت، قعدت فيه حوالي 20 دقيقة هي والضبع. طلعت منه ودخلت على البيت التاني وراحت شايلة الخروف وجريت بيه على طول. اللي حصل هو إن أول ما دخلت البيت الأول قعدت فيه 20 دقيقة ولقينا الخروف متاكل، غالبا الضبع كان ميت من الجوع. في البيت التاني هي خدت الخروف ومشيت بيه زي ما حكيت لكم. في اللحظة دي كلاب الحاج عمران بدأوا يشموا الأثر ويجروا وراها، وكل رجالة البلد جريوا. مشينا مسافة كبيرة قوي، كانت بتمشي المسافة دي كلها كل 3 أيام عشان تنتقم بس مننا. الكلاب وصلتنا لحد بير قديم في حتة فاضية خالص في الصحراء. عرفنا ساعتها إن الغولة والضبع بيستخبوا في البير ده بالنهار، وبالليل بيطلعوا عشان ياكلوا ويصطادوا. قلنا للحاج عمران طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نقتلها ونخلص منها؟ قال لنا لا، الموضوع مش بالبساطة دي، لازم تاخدوا بالكم وانتوا بتتعاملوا معاها. الحل هو انكم تدخلوا عليها البير، ولازم يكون في ايديكم نار، هي والضبع هيخافوا. لازم كمان تقطعوا شعرها، لكن اياكم تلمسوها. قلنا له ما فهمناش، طب ليه نقطع شعرها وليه ما نلمسهاش؟
قال طيب هفهمكم كل حاجة دلوقتي، بس استنوا لحد بكرة ونجهز كل اللي احنا محتاجينه ونرجع تاني هنا. تاني يوم الحاج عمران جمع حاجات كتير قوي ليها علاقة بالطب الشعب والتحصين، أعشاب وبخور وحاجات غريبة كده معرفناش ايه هي. رجعنا للبير المهدوم ده اللي الغولة والضبع مستخبيين فيه. الحاج بدأ يبخر المدخل بتاع البير بالبخور. قلنا له يا حاج بدل ما نخلص عليها انت قاعد تبخر لها، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لنا انا مش عايز اكبر الموضوع، انا عايز اشوف هي هتقبل الصلح بعد البخور ده ولا لا. لو ما جاوبتش ده معناها ان هي مصممة على الانتقام ومش عايزة تسترح. قلنا له طيب هي ما جاوبتش لحد دلوقتي، يعني نهجم عليها. قال اصبروا شوية انا اللي هتكلم معاها، لو جاوبت بالطريقة اللي انا مستنيها يبقى خير وسلام، ولو ما جاوبتش او جاوبت بطريقة مش عاجباني ساعتها هتهجموا عليها. وفعلا بدأ ينادي عليها يا غولة يا غولة يا غولة، ايه اللي عايزاه مننا؟ احنا ملناش دعوة باللي عملوه اهالينا واجدادنا، ليه عايزة تنتقمي مننا؟ الجملة دي اتكررت حوالي 4 مرات. بعدها سمعنا صرخة قوية كلنا اترعبنا. قال لنا الحاج عمران خلاص مفيش حل غير اننا ندخل عليها ومحدش يخاف، وكرر تحذيره اياكم تلمسوها، محدش يقتلها لا هي ولا الضبع. دخل حوالي 15 راجل، لفينا على ايدينا حاجات عشان لو مسكت في ايد حد فينا ما تكونش لمستنا مباشرة. دخلنا البير المهدوم اللي كان شكله زي الكهف. المنظر اللي شفناه عمرنا ما هنعرف نوصفه لكم. عظم بني ادمين وحيوانات، والغولة والضبع قاعدين. بدأنا نصرخ ونرمي عليها حجارة ونستخدم النار عشان تخاف، وبالعافية قدرنا نمسكها هي والضبع. واحد كان متكلف ان هو يقطع شعرها. طب ايه اللي هنعمله بالشعر ده؟ هو ده اللي هنربط بيه ايدين ورجلين الغولة. الحاج عمران قال لنا ان ده هو الحل. قال انها مش هتتربط بحبل عادي لكن هتتربط بشعرها. الضبع ربطناه بحبل عادي. لما طلعناها من البير ده شكلها كان والعياذ بالله هي بشر عادي، بس شكلها كان وحش قوي. ضوافرها طويلة جدا وضعيفة ورقيقة وطويلة في نفس الوقت، واسنانها كانت مكسرة. راسها كان حجمها مش طبيعي. الست كان عندها دقن وشعر كتير قوي قوي في وشها. سألنا الحاج ودلوقتي هنعمل ايه فيها؟ هنفضل رابطينها كده؟ قال لنا اسمعوا بقى هنعمل ايه. الضبع هيفضل جعان لحد ما يكون بينه وبين الموت خطوة واحدة، وساعتها هنطلقه على الغولة وهو اللي هياكلها. احنا ما فهمناش ليه عايز يعمل كده، ليه مش عايزنا نقتلها وخلاص. قال الله أعلم، الست دي يمكن تكون بشر عادي ويمكن تكون جن، واحنا عشان نتجنب فكرة الانتقام لو كان ليها عشيرة أو قبيلة ما ينفعش احنا اللي نقرب منها. الضبع لما يجوع هو اللي هياكلها. الخطة اتنفذت. رجعنا الغولة للبير وهي مربوطة بشعرها. الضبع دخلوه وهو جعان جدا وطلعنا بسرعة وقفلنا البير كويس قوي علشان لا الغولة ولا الضبع يقدروا يخرجوا. 3 أيام كاملة والغولة بتصرخ صراخ مخيف. كل الناس فضلت متجمعة عند البير عشان يتأكدوا إنها مش هتلاقي طريقة تخرج بيها، حتى إن في ناس اتكلفوا بالحراسة علشان لو حد قرب وفتح الغطا يخلصوا عليه، لأن كان في ناس بدأت تتعاطف مع صراخ الغولة. في اليوم الأول والتاني الصوت كان عالي جدا. في اليوم التالت ما سمعناش ولا حاجة. فتحوا البير وبصوا لقوا الضبع قاعد بياكل في بقية لحمها. بعد يومين كمان فتحوا البير لقوا بس العظم بتاعها. ساعتها الحاج قال لهم خلاص دلوقتي صفوا الضبع وموتوه وردموا البير، وده اللي حصل. هدمنا كل حاجة فوق الضبع، ومن اليوم ده أهل البلد ما بقوش يشتكوا من أي حاجة. الحاج عمران خد اللي هو عايزه ومشي وكل حاجة انتهت. بس لسه في ناس بيقولوا إنهم بيشوفوا الغولة دي هي والضبع، ولسه في ناس بتسمع صوت الضبع. علشان كده لحد دلوقتي من تقاليدهم إنهم بيعلقوا التوم وبيرشوا الملح. لما سألته ليه ريحة التوم جامدة كده قال لي طبعا لو عايزين أمر عادي ومفيش مشاكل بالليل لازم نستخدم التوم. بيقول أيمن إن الراجل ده قبل ما يمشي رشلهم الملح واداهم التوم، ومن الليلة دي ما سمعناش ولا شفنا أي حاجة. عرفنا إن البير المردوم ده اللي مرينا من جنبه أول مرة هو ده المكان اللي اندفنت فيه الغولة والضبع. لحد يومنا ده محدش متأكد إيه كانت الست دي، بشر عادي ولا حاجة تانية ولا الاتنين مع بعض. إحنا بعد ما خلصنا الشغل رجعنا للمدينة
وفضلنا نحكي القصة دي، لكن أغلب الناس ما صدقتناش. دلوقتي كبرنا وبقى فينا اللي اتجوز. عثمان سافر، أنا بقى عندي محل موبايلات، أسامة شغال في مصنع، ولسه بنحكي القصة دي لبعض. ولو رحت المنطقة دي هيحكوا لك نفس القصة. ودي كانت قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.